مرة أخرى تتدخل الجزائر بتحقيقات سرية لتفضح الخيانة العظمى لدولة الإمارات ضد الشعب الفلسطيني الجريح، حيث كشفت التحقيقات الجزائرية السرية عن عمليات مشينة خفية بين دولة الإمارات المطبعة والكيان الصهيوني. لكن قبل البداية، إذا كنت مواطنا جزائريا حر ومتفق معنا على أن الشعب الجزائري هو الشعب الأول الذي يقف في الصف الأول نصرة لفلسطين، فاستضغطوا من فضلك على إعجاب لهذا الفيديو الداعم لفلسطين، وتدعو لإخواننا بالنصر على الصهاينة ومن ساندهم من العرب المنافقين، والصلاة والسلام على رسول الله. كشفت تحقيقات جزائرية عن استقطاب ما يزيد عن 200,000 يهودي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع ال4 الماضية هرباً من تداعيات حرب غزة، وكذلك عن إصدار بيان غير مسبوق من الإمارات يدين المقاومة الفلسطينية المحتلة، بعدما ظهرت دولة الإمارات بمثابة الحصن الأخير للكيان الصهيوني في وجه موجة غضب عربي وإسلامي واسعة النطاق على خلفية ما ترتكبه من مجازر مروعة في قطاع غزة، لا سيما بعدما أعلنت هيئة البث العربية الرسمية أن إسرائيل أخلت سفاراتها في الشرق الأوسط، ومنها البحرين والأردن والمغرب ومصر وتركيا، على خلفية تصاعد الغضب ضد تل أبيب بسبب حرب غزة، باستثناء دولة واحدة وهي الإمارات.